بصوا يا حبايبي، انا خلصت كده الكبسه، قلبتها في منتهى الجمال. بصوا شكلها زي التورته ازاي، الفراخ ما اتهرتش ولا البتنجان اتهرى، كله بقوامه والبطاطس. تابعوا الفيديو لايك وشير حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي انا بعملها توصل لكم، واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. مع السلامه، باي باي. بصوا يا جماعه، المقلوبه الجميله اتشربت اهي، ويلا بينا بقى نقلبها مع احلى مقلوبه في البيت، جميله جدا وريحتها تحفه. ويلا بينا. اهلا وسهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى عندنا اكله جميله جدا، هي المقلوبه او الكبسه السعودي، او الكبسه بتوعه العرب، يعني الناس الخليجيين وكده. بس انا هعملها بالرز المصري بتاعنا، عشان ما نقزمش نفسنا. اي حاجه موجوده في البيت يا جماعه هنعملها بيها، ماشي؟ يبقى انا معايا، هخش على المقادير على طول حبايبي. انا معايا كيلو من الرز المصري ونقعاه وغسلاه كويس، اوكي. انا دلوقتي برضو مش هعملها باللحمه، انا عندي صدر فرخه كده، قطعته تخين شويه، بصوا يعني سمكه تخين شويه، بحيث ان احنا نعمله بيها. مش شرط لحمه، يعني اي حاجه، ما تأزميش نفسك. انا تبلت برضو زي ما انتوا عارفين ان انا بحب اتبل الحاجه، وبنغسلها بصلايه وطماطمايه وطماط، وواحده بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل، وبنضربهم في الخلاط وبنتبل الفراخ يا حبايبي، ماشي. ومعايا كيلو من البتنجان برضو. البتنجان ده حبايبي انا رش عليه شويه ملح وشويه سكر وشويه خل، اوكي. ومعايا كيلو بطاطس برضو، انا حاطه لها شويه خل ونقعاها، وهحط معلقه ملح ومعلقه سكر على الميه دي، واخدين بالكم؟ وهننقعها شويه علشان برضو البطاطس ما دي هنقليها. اولا الخل مع الملح مع السكر بيديكي تيست حلو، وكمان ما بيمسك البطاطسايه، ما بتبقاش مهريه. انتوا عارفين البطاطس دلوقتي مش فريش يعني قوي، يعني اللي موجوده في السوق. فانا بحط لها شويه الخل مع الملح مع معلقه السكر، بنقعها شويه عشان دي هتتقلى، مش هتشرب معانا زيت، اوكي يا حبايبي. ومعايا بقى توابلي، هنخش على التوابل على طول. الكركم يا جماعه، حب 5 وحدات من الكبه الصيني، هي دي شكلها. معلقه قرفه كبيره، معلقه توابل، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، قرن بتاع عودين في قرفه برضو بحب احطهم، ورق لوري، بابريكا، معلقه نص معلقه كمون ونص كزبره، ماشي يا حبايبي. وهنا اهي البصلتين دولت برضو مقطعهم كده جنواني، ونحط عليهم ملح وفلفل، وهدي ثانيه واحده، دي خطوتها لسه يعني دلوقتي. ومعايا طماطمتين برضو مقطعهم كده حلقات، ودولت برضو هنحطهم في الحله في الاخر، يعني في الاول. دلوقتي انا بقى معايا الزيت، انا هشوي البتنجان. طريقته شويته ازاي هحطه؟ حطيت هنا معلقه زيت، شويه زيت، ماشي. زيت وبابريكا وملح وفلفل، وهندهن بالفرشه كده وهندخله الفرن، بحيث ان احنا برضو ايه، يعني نقلل من الزيت شويه، ماشي يا حبايبي. ويلا هنخش على التطبيق، ويلا ثانيه واحده يا حبايبي. احنا برضو نفس الحكايه، حطيت البطاطس تتقلي، وهحط برضو هندي صدمه للفراخ يا جماعه، ماشي، زي ما احنا متعودين. لو الصوت واطي شويه معلش اعذروني بقى، عشان انا بصور لوحدي، بس انا هحاول اعلي الصوت شويه. بص الفراخ انا عاملاها 4 حتت، كل واحد بقى يعني على قد ما يقدر. ممكن نبدلها باللحمه، بوراك الفراخ، مش مشكله يعني، اي حاجه عندك ما تعزميش نفسك. وهنعملها برضو صدمه كده، وهنسيبها برضو تاخد بس نقطه المكونات بتاعتها، وهنشيلها علشان ما تتهراش. احنا بنحضر كل دوت الحاجات بتاعت المقلوبه بعد ما هنقلب البتنجان والبطاطس وهنطبقهم على بعض. بس انا بوريكم برضو اللي احنا خطوه بخطوه، عشان احنا قلنا ان القناه تعليم، وان اي حد عايز يتعلم يحس ان الاكل سهل جدا، ويحب كل حد يخش يعمل حاجه يبقى قدامه شرح بالتفصيل يعني، ماشي يا حبايبي. زي ما قلنا برضو الكركم مهم جدا، هنحطه في كل اكلنا يا جماعه، عشان الشتاء، وهو بيدي كويس جدا لجهاز المناعه، وبيدي تست عالي جدا مع البهارات، وفي منتهى الجمال. خليكم معايا وثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، انا عملت الفنجان كله بالمعلقه الزيت والبابريكا والحاجات دي، ودهنته بالفرشه، هدخله الفرن. بصوا كله شغال مع بعضه، ماشي. وحاطه صدور الفراخ اهي برده بتتعمل، بنديها صدمه برده، بننشفها شويه وبنسويها ونطلعها. والبطاطس اهي طلعت شويه بمنتهى الجمال، والطاسه الثانيه تحس ان المقلوبه يعني فيها حاجات شغل كتير ودبكه شويه، بس هي سهله صدقوني، كلها بتطبق على بعض وبتبقى جميله واكله جميله. وكل حاجه زي ما احنا قلنا نعملها، كل واحد بطريقته، وكلنا بنستفاد من بعض. ثانيه واحده حبايبي. بصوا حبايبي، التوابل كلها اهي بقى هحطها هنا كده، علشان احنا عايزين ريحه التوابل زي ما احنا متفقين ان هي تطلع كل مره، بتبقى شكلها ريحتها جميله جدا
وبتطلع رطوبه منها وتدي تيست عالي قوي. فاحنا هنسيبها كده وهنطلع بقى الفراخ علشان انا مش عايزاها تتهري الفراخ برده، انا عايزه برده كله يتشوح مع بعضه، بس ايه الحاجه تبقى يعني متماسكه. ماشي حبايبي. نشفت شويه برده، انا عملت لها صدمه زي ما احنا متفقين. كل حاجه كده بنحطها بحيث ان هي تدي ريحه حلوه وتست حلو مع الحاجات الاعشاب الجميله بتاعتنا. وادي البطاطس هي بتتحمر بسرعه، ما خدتش مني ثواني ولا بتشرب زيت يا جماعه. انما بنقعها في الخل وفي السكر وفي الملح، جربوها هتدعوني. ماشي، خليكم معايا ثانيه واحده. بصوا يا حبايبي، احنا دلوقتي انا البصل اللي انا كنت مقطعاه طرنشات انا بحب احطه كده في الارضيه، وبعد كده برص عليه الطماطم برده الطرنشات دي. بتدي شكل حلو قوي، وكمان بتحمي البتنجان وبتحمي البطاطس علشان ايه يعني ما يستووش قوي. بيبقى شكلها حلوه كده زي التورتايه لما بنيجي نقلبها. وبندي برضو الالوان جميله وكل حاجه جميله. بصوا بقى احنا هنحط ايه، طبقه بطاطس وطبقه بتنجان. انا برضو بوريكم على السريع كده علشان ايه كل اللي داخل يشوف. سهله جدا، هي زي ما احنا قلنا يعني هي دوشتها كتيره شويه، بس هي سهله وجميله وطعم جميل، ونغير الجماعه لنفسنا ولاولادنا. وبرده البتنجان شويناه، بصوا شويناه في الفرن في منتهى الجمال. برده انا بحط برده كده طبقه كده الاول في الاول كده برده، وبعد كده هنزل بالرز. هننزل بالرز كده اهو، هننزل الرز. ادي الرز وهنفرده بحيث ان احنا نحط طبقه كمان يا جماعه على البتنجان برده والبطاطس. الفراخ بقى عشان ما تتهراش يا حبايبي انا بحطها في اخر حاجه، يعني الفراخ دي اهم حاجه اللي انا بحطها في الاخر خالص، عشان احنا اديناها صدمه برده وسويناها ومش عايزينها تتهري. فاحنا عايزين برده الحاجه تبقى شكلها حلو واحنا بنقلبها وتبقى شكلها جميل. وهنحط ميه الرز يا جماعه زي ما احنا متفقين، اللي هي الميه زي ما برده انت معايره كوبايتين رز تحطي لهم كوبايتين ميه، وانا منقعاها شويه يعني ممكن برده كوبايتين الا ربع عشان الرز المصري بتاعنا ما بياخدش ميه كتير. ماشي، وهنطبقهم نحطهم على النار وفاصل وهواصل، وخليكم معايا مع احلى مقلوبه. مع السلامه.